اهلا بيكم في قناة مروة للهاند ميد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل او هنشتغل في الشنطة اللي احنا شايفينها، اللي هي شنطة مربعات الجراني. شنطة يعني سهلة، هي بتاخد شوية بس وقت في تنفيذها، لان فيها تفاصيل شوية كتير، بس النتيجة زي ما احنا شايفين ممتعة جدا وجميلة جدا. يا ريت بس نعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. يلا بينا كده نسمي الله ونبتدي ونشوف هنعملها ازاي. طيب مبدئيا كده انا هستخدم في عمل الشنطة دي خيط قطن ماركة زين، وطبعا هستخدم مربعات الجراني. طريقة العمل انا كنت شرحتها قبل كده في فستان الاطفال، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان بس ما اطولش الفيديو. اشتغلت 19 مربع، فتعالوا بقى نشوف هنشبكهم ازاي عشان نعمل الشنطة بتاعتنا. طيب انا شبكت الوش بنشبك فيه 6 مربعات، شبكتهم بالشكل ده. فتعالوا بقى نشوف الناحية التانية هنشبكها ازاي. طبعا في فيديو الفستان انا كنت مشبكة المربعات بطريقة تانية مختلفة عن اللي انا هشبك بيها فيديو النهاردة، او هشبك بيها شنطتنا النهاردة. الفيديو الاولاني التشبيك كان كنت قايلة فيه ان هو للمبتدئات اكتر. هنجرب في الشنطة دي نشبك بطريقة مختلفة. المفروض ان ال6 مربعات هيبقوا 3 فوق و3 تحت. طيب هناخد اول مربعين ونشبكهم مع بعض. هجيب خيط، انا يعني هشبك بنفس الاطار الخارجي اللي هو اخر لون، اللي هو الرمادي اللي معايا. هقص خيط كده طويل شوية، وهشبك بإبرة الكروشيه. هنيجي نعمل عقدة البداية. وهنجيب المربعين اللي احنا قلنا ان احنا هنشبكهم، نشيل بقى ال3 دول كده على جنب، والتالت هنجيب المربع ده. طيب انا عندي المفروض هما يعني هنشبكهم هيبقى الوش، بنشبك الوشين مع بعض، يعني ممكن نشبك كده وممكن نشبك كده، بس احنا هنشبك على ناحية الوش. هجيب الكورنر ده، انا عندي فيه سلسلتين، اول سلسلة تاني سلسلة، انا شغلي هيبتدي من تاني سلسلة. بس لما هاجي هشبك اللفة الامامية مع اللفة الامامية، يعني هشبك اللفة الامامية اللي هي دي مع اللفة الامامية اللي هي دي، بالشكل ده، عشان ما يبقاش عندي فراغ. طيب خلاص انا دخلت ابرتي في اللفة الامامية في تاني سلسلة من الكورنر، واسحب منها الخيط اللي انا هشبك بيه المربعات بتاعتي. انا نسيت اقول لكم ان انا بستخدم ابرة مقاس 3، ممكن تستخدموا 3.5 وممكن كمان 4، بس انا كنت حابة ان يعني شكل المربعات يبقى صغير، ما يبقاش كبير، والغرز ما تبقاش ضخمة معايا، فعشان كده استخدمت ابرة مقاس 3. فانتوا ممكن تستخدموا 3.5 وكمان ممكن تستخدموا 4. طيب خلاص شبكت الخيط في السلسلة التانية، اجي اشبك معاه كمان المربع التاني في اللفة الامامية، واسحب الخيط اللي انا وصلته.
دخلت على الثلاث عواميد هشبكهم بنفس الكلام. اخد اللفة الامامية في اول عمود مع اللفة الامامية في اول عمود من المربع التاني، واقفل بمنزلقة. العمود التاني مع العمود التاني بدخل في اللفة الامامية واقفل بمنزلقة. طيب ادي العمود التالت مع العمود التالت في اللفة الامامية واقفل بمنزلقة. دخلت على غرزة السلسلة، باخد برضو اللفة الامامية اللي فيها مع اللفة الامامية في المربع التاني واقفل بمنزلقة. هكمل كده لحد ما بوصل للسلسلة الاولانية في الكورنر الموجود معايا اللي هو الكورنر التاني او الزاوية التانية. بشبك اللفة الامامية من السلسلة الاولانية مع اللفة الامامية في السلسلة الاولانية من المربع التاني، يعني بشبك دي مع دي، كل غرزي بتبقى منزلقة. طيب بعد ما وصلت خلاص للسلسلة الأولانية من الكورنر التاني، يعني ده كان كورنر أول ده كورنر تاني، شبكت خلاص في السلسلة الأولانية مع السلسلة الأولانية. طبعا شغلنا كله بيبقى في اللفة الأمامية في المربع ده والمربع ده. بقوم سحبة الخيط بتاعي بالشكل ده، ويبقى ناقص ان انا اشبك المربع الثالث اللي هو ده مع المربعين دول. طيب نفس اللي انا عملته هنا بكرره هنا، وبنفس الطريقة هشبك الثلاثة التانيين. بس انا خلاص خلصت التشبيك الثلاث وحدات، او يعني كل 3 مربعات شبكتهم لوحدهم، ناقص بقى ان انا اشبك الستة كلهم مع بعض. طبعا الخيوط الزيادة دي انا هخلصها في الاخر بس علشان اكسب وقت، فتعالوا نشوف هنشبك ازاي. طيب هنجيب برضو خيط طويل وهبتدي اشبك اول مربع مع اول مربع. نفس الكلام هجيب، نبتدي مثلا من هنا، هجيب الكورنر الاول، ادخل في، انا عندي اول سلسلة وتاني سلسلة، ادخل في تاني سلسلة برضو اللفة الامامية واسحب الخيط اللي انا هشبك بيه من اللفة الامامية، واخد الغرزة اختها في الجزء الثاني واقفل بمنزلقة. ادخل على اول عمود واخده مع اول عمود واقفل بمنزلقة.
طيب دخلت انا كده خلاص خلصت ال3 عواميد اللي هم في الكورنر التاني، يعني ده كان كورنر اول، ده كورنر تاني. خلصت ال3 عواميد. المفروض ان انا شغالة هنا سلسلتين. هاخد اول سلسلة برضو اللفة الامامية مع اول سلسلة في اللفة الامامية من الناحية التانية. هو طبعا ايه الخيط نسل معايا، فارجع واعيد الغرزة مرة تانية. طيب نيجي على الغرزة التانية اللي احنا كنا اشتغلناها في تشبيك المربعين دول. هنعتبرها ان هي غرزة مشتركة، وبرضو ناخدها مع الغرزة التانية في ال3 مربعات اللي فوقيها على طول. دي اول سلسلة ادخل في اللي جنبها عشان ما اديش فرصة ان انا يبقى عندي فراغ. كده خلاص خلصت تشبيك المربع الاولاني تحت بعض. نيجي على التاني، المربع التاني. هاخد الغرزة دي اللي هي غرزة منزلقة اللي انا كنت بشبك بيها، واشبكها في الغرزة اللي قدامها على طول، غرزة منزلقة. طيب نيجي، لان دي كانت الغرزة الاولانية في الكورنر ده، فيعتبر اخدتها مع الغرزة الاولانية او السلسلة الاولانية مع المربع اللي فوقيه. يعني هي الفكرة كلها ان انا بشبك كل غرزة مع اختها في الناحية المقابلة ليها. كل غرزة بتقابلني هنا بخيطها مع اختها في الغرزة او في المربع اللي فوقيه. طيب دخلنا على السلسلة التانية، برضو باخد اللفة الامامية مع اللفة الامامية في ال3 مربعات، او بقى في المربع التاني اللي انا يعني شغلي فيه دلوقتي، واقوم واخداهم بمنزلقة. دخلت على ال3 عواميد دول بقى، يعني باينين اكتر، واضحين طبعا. باخد كل عمود مع العمود اخوه اللي قدامه على طول. هكمل كده لحد ما بوصل، لحد ما هوصل واشبك اول سلسلة في الكورنر خلاص الاخير، طبعا برضو اللفة الامامية مع اللفة الامامية في اول سلسلة من الكورنر الاخير. بشتغل بنفس الطريقة لحد ما بوصل لهنا. طيب كده كده خلصنا ال6 مربعات، شبكناهم مع بعضهم. وانا كنت خيطت كمان 3 مربعات اللي هما القاعدة بتاعة الشنطة، وخيطت كمان جناب الشنطة. كل مربعين بيمثلوا جنب من جناب الشنطة. هنقول مثلا ان ده الوش، وده مثلا الظهر، برضو 6 مربعات شبكتهم مع بعضهم واشتغلت عليهم سطرين من غرز الحشو. فتعالوا نشوف هنشتغل غرز الحشو على ال6 مربعات دول ازاي. طيب انا عندي 4 اركان الركن ده، 1 2 3 4 ركنين هشتغل فيهم غرز حشو. فوق كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة،
والجزء اللي انا هخيطه في قاعدة الشنطة اللي هو هيبقى من تحت، هاجي في الزاوية وهشتغل بدل غرزتين الحشو هشتغل 3 غرز حشو. فتعالوا نشوف هنشتغل ازاي، وهقول لكم على ال3 غرز الحشو لما نيجي لهم. طيب هنعمل عقدة البداية كده، وهنيجي في الركن الاولاني اللي انا هشتغل فيه غرز حشو عادي، فوق كل غرزة غرزة من غير تزايد ولا نقصان ولا اي حاجة. هاجي وادخل الابرة واسحب الخيط الجديد بتاعي، وهشتغل سلسلة واحدة، والسلسلة دي لا تعد اي شيء، يعني لا هي عمود ولا هي غرزة حشو، ولا بثبت بيها بس الخيط في الشغل بتاعي. طيب وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو، يبقى غرزة الحشو دي كده كأنها بداية الشغل بتاعي. يبقى كده اشتغلت غرزة حشو، 3 عواميد، فوق كل عمود غرزة حشو، فوق كل عمود غرزة حشو. طيب قابلني سلسلة اشتغل في قلبها، يعني في الفراغ اللي موجود عندي غرزة حشو. طبعا خيط البداية انا بشتغل عليه، دخلت على ال3 عواميد، يبقى فوق كل غرزة عمود اشتغل غرزة حشو. طيب دخلت على غرزة السلسلة، يبقى اشتغل من تحتيها كده غرزة الحشو بتاعتي. تلات عواميد، يبقى فوق كل غرزة عمود زي ما اتفقنا غرزة حشو. طيب دخلت على الزاوية دي او الكورنر ده، هشتغل غرزة حشو. المفروض ان انا كنت بشتغل 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد، في مكان السلسلتين هشتغل سلسلة واحدة، واجي في مكان التشبيك في النص كده اشتغل غرزة حشو. دخلت على الكورنر بتاع المربع التاني، الفراغ ده اشتغل فيه غرزة حشو واحدة. بعد كده دخلت على ال3 عواميد، يبقى فوق كل غرزة عمود اشتغل غرزة حشو، وهكمل بالشكل ده لحد ما بوصل للآخر. وصلت خلاص لآخر الضلع الموجود معايا، وانا داخلة على اللي هو مكان السلسلتين، بشتغل تحتيهم غرزتين حشو. ليه؟ لان انا عندي هنا سلسلة وهنا سلسلة، يبقى لازم اشتغل تحتيهم هنا غرزة حشو في نفس المكان، وغرزة حشو كمان، يبقى تحت سلسلتين، تحت السلسلتين اشتغلت غرزتين حشو. وبكمل برضو باقي الشغل عادي خالص لحد ما بوصل لل3 عواميد. هنا فوق كل غرزة عمود وغرزة سلسلة بشتغل غرزة حشو لحد ما باجي هنا عند المكان اللي انا شابكه فيه المربعين دول مع بعض، اللي هما الزاويتين دول، بشتغل هنا سلسلة واحدة، وهنا سلسلة واحدة مطرح الشبكة بتاعت المربعين، وهنا كمان سلسلة، وبكمل فوق العمود غرزة حشو غرزة حشو لحد ما بوصل للمكان ده. انا هوصل لحد هنا وارجع لكم عشان نشوف الزاوية دي هنشتغل فيها كام غرزة حشو، زي ما اتفقنا ان احنا هنشتغل فيها 3 غرز حشو. دخلت خلاص على الجزء اللي احنا هنقول ان هو هيبقى
قاعدة الشنطة من تحت، وهعمل في الاركان اللي هي الزاوية دي والزاوية دي، بدل ما كنت بشتغل هنا غرزتين حشو، لا هشتغل هنا 3 غرز حشو. 1 2 3. طب ليه انا عملت 3 غرز حشو مش 2؟ عشان انا عايزة لما اجي اقفل الشنطة بتاعتي واحط لها القاعدة تبقى واخدة كيرف كده لفوق شوية، ما تبقاش كلها مسطحة جاية على الترابيزة. يعني لما نيجي نحط الشنطة ما تبقاش كلها قاعدة، لا يبقى فيها حتة كيرف كده من عند قاعدة الشنطة. طبعا الكلام ده هيبان اكتر لما نقفل الشنطة كلها مع بعض ونشبكها. فزي ما اتفقنا هنيجي عند الضلع اللي هو بتاع قاعدة الشنطة، وهنعمل 3 غرز حشو في الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا اللي هما الأركان اللي عندي، واكمل باقي الشغل بتاعي حشو عادي لحد ما بوصل هنا. زي ما اتفقنا بنعمل 3 غرز حشو وغرز حشو الضلع الأخير لحد ما بوصل للآخر واقفل السطر. فأنا هشتغل كل ده غرز حشو ونيجي نشوف هنقفل السطر ازاي. خلاص لنهاية الدور بتاعي أو السطر بتاعي، دخلت خلاص على اول زاويه كانت موجوده معايا اللي انا كنت بدات منها الشغل بتاعي. طبعا انا كنت بدات بسلسله وغرزه حشو، وقلنا ان السلسله دي ما تحتسبش اي حاجه. فزي ما اتفقنا برضو ان في ضلع في الزاويتين بتوعي هيبقوا فيه غرزتين حشو، والضلع التاني اللي هو بتاع القاعده بتاعه الشنطه هو اللي هيبقى فيه 3. فانا هنا دلوقتي بشتغل على الزاويه اللي انا هعمل فيها غرزتين حشو. كنت اشتغلت غرزة حشو فيها، فهشتغل الغرزة التانية. ادي كده تاني غرزة حشو معايا، يبقى غرزتين حشو، وهقفل في اول غرزة حشو انا كنت اشتغلتها في البداية خالص، اقفل بغرزة منزلقة واشتغل سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. يبقى ده كده بداية السطر التاني. زي ما اتفقنا ان احنا بنشتغل سطرين حشو، اشتغلت السطر الاولاني وده كده السطر التاني معايا. هشتغل بقى عادي خالص فوق كل غرزة حشو تقابلني غرزة حشو. طيب خلاص انا وصلت لنهاية السطر. المفروض ان انا اقفل السطر بتاعي. انا كنت واقفة هنا عند اخر غرزة حشو اللي هي في الكورنر، فانا المفروض اقفل قصدي سوري اقطع الخيط بتاعي. طيب القفلة هنقفلها كالآتي. انا خلاص فصلت الخيط واسحبه من اخر غرزة انا واقفة فيها بالشكل ده. هاجي عند اول غرزة حشو، ملناش دعوة بغرزة السلسلة اللي احنا كنا واخدينها. اجي فوق غرزة الحشو من ورا كده، من وراها ادخل الابرة بتاعتي واسحب الخيط. نيجي بقى لإبرة التنظيف عشان تبقى اسهل بالنسبة لنا. اجي عند ارجع تاني للغرزة اللي انا سحبت منها الخيط، بس في اللفة التالتة بتاعتها. يعني انا عندي لفة امامية، لفة خلفية، وفي لفة تالتة بتبقى في ظهر الشغل اللي هي عاملة هضبة كده، يعني بارزة وقبة. اجي وادخل فيها الابرة بتاعتي واسحب الخيط. اجي في الغرزة اللي جنبها في اللفة الخلفية وانفذ الابرة وابتدي اداري الخيط من ورا الشغل.
هنيجي بقى لقاعدة الشنطة اللي هما ال3 مربعات المشبوكين مع بعض. برضو بنفس طريقة الوش والظهر بتوع الشنطة انا هشتغل سطرين حشو داير ما يدور، لكن انا هنا عندي 4 زوايا، ادي 1 اول زاوية، تاني زاوية، تالت زاوية، رابع زاوية. بدل ما بشتغل هنا غرزتين حشو في قلب الزاوية، لا هخليهم 3. ليه؟ عشان الوش بتاع الشنطة وظهر الشنطة انا كنت زي ما اتفقنا قلنا ان احنا هنيجي في الضلع اللي هو اللي من تحت اللي هو هيبقى متخيط في قاعدة الشنطة، باجي بعمل في الاركان 3 غرز حشو. هنا 3 غرز حشو وهنا 3 غرز حشو، فيبقى لازم القاعدة كمان تبقى الزوايا بتاعتها قد زوايا الظهر والوش بتوع الشنطة. يعني زي ما هنا في 3 غرز حشو يبقى لازم هنا يبقى عندي 3 غرز حشو، وهنا 3 غرز حشو يبقى لازم هنا كمان 3 غرز حشو. وزي ما عملنا هنا يبقى لازم الناحية اللي قصادها كمان تبقى مساوية ليها في عدد الغرز. زي ما هنا في 3 يبقى لازم القاعدة يبقى الزاوية بتاعتها فيها 3. وهنا برضو نفس الكلام، 3 غرز حشو يبقى لازم الزاوية كمان اشتغل فيها 3 غرز حشو. فعشان برضو ما اطولش وقت الفيديو انا هشتغل داير ما يدور على القاعدة غرز حشو وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده خلصت القاعدة بتاعة الشنطة، اشتغلت سطرين غرز حشو، وزي ما اتفقنا ان احنا بنيجي في الاركان وبنشتغل 3 غرزة حشو بدل غرزتين 2. ده جنب الشنطة وهنعمل فيه زي ما عملنا في القاعدة. يعني انا كنت القاعدة باجي اشتغل في زاويتين او في ركنين من الاربع اركان. انا عندي هنا 4 اركان، 1 2 3 4. في زاويتين انا هخلي غرز الحشو غرزتين 2، والزاويتين التانيين هخليهم 3 عشان اشبكهم مع القاعدة اللي انا كنت بزود فيها 3 غرز حشو. فانا اشتغلت سطر غرز حشو، جيت هنا عملت في الزاوية دي غرزتين 2 حشو وهنا غرزتين 2 حشو، وجيت هنا عملت 3 غرزة حشو وهنا كمان 3 غرزة حشو. والسطر التاني هيبقى فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، بس انا هشتغل من اول هنا لحد هنا. يعني السطر اللي فوق ده اللي هو بيبقى يعني اعلى الشنطة او اللي هو خلاص يعني فتحة الشنطة اللي هو بعيد عن القاعدة مش هزود فيه، لان انا لو اشتغلت داير ما يدور هيبقى اعلى من الوش والظهر بتوع الشنطة. فانا هشتغل بس ال3 اضلع الموجودة معايا، هشتغل الضلع ده والضلع ده والضلع ده، وهسيب الضلع ده هشتغل ضلع القاعدة والضلع اللي هو هيتشبك في جنب سوري في وش الشنطة وفي ظهر الشنطة. يعني ده اللي هيبقى ماسك الوش والظهر. طب تعالوا كده نشوف. وهاجي هنا كده من عند اول غرزة حشو في الزاوية اللي هو الفراغ اللي موجود عندي ده من هنا كده، وهشتغل اول سلسلة. يعني ادخل الخيط بتاعي، انا بشبك دلوقتي الخيط في الشغل، هرتفع سلسلة. انا كده ثبت الخيط الجديد في الجنب بتاع الشنطة، وفي نفس المكان اشتغل غرزة حشو. يبقى كده اول غرزة حشو معايا، واشتغل اللي جنبها كمان غرزة حشو. طب خلاص انا كده وصلت لاول غرزة حشو في الزاوية اللي انا كنت بشتغل فيها غرزتين حشو. اشتغلت اول غرزة حشو فوقيها غرزة حشو، والمفروض ان انا اقفل في تاني غرزة حشو. انا كنت فصلت الخيط، هبتدي ان انا اسحبه من الشغل بتاعي كده،
وهاجي في تاني غرزة حشو اللي انا المفروض اقفل فيها، ادخل الابرة، اسحب الخيط بالشكل ده، اشده كده شوية، واجي في اللفة الخلفية او اللفة التالتة من اول غرزة حشو ادخل فيها الخيط. دي القفلة استحرية عشان يعني قفلة وبداية يعني قفلة السطر ما تبقاش باين قوي، يعني يبان ان هي واخدة شكل السلسلة. شايفين عملت شكل السلسلة بالشكل ده. ببتدي ان انا اداري الخيط جوه الشوك. انا كده اشتغلت الثلاث اركان وسبت الركن الرابع مش هعمل فيه حاجة. طبعا القاعدة او الجزء اللي هو هيتشبك في القاعدة ده اللي انا بزود فيه 3 غرز حشو في الركنين، الركن ده والركن ده، عشان ده اللي هيبقى في قاعدة الشنطة يتخيط من تحت. كده ناقص لنا جزء تركيب الشبك. انا جبت الشبكة بتاعتي وقصيتها على قد الوش والظهر بتوع الشنطة، وكنت خلصت ناحية ركبتها واشتغلت عليها سطر حشو. يعني انا ركبت الوش في الشبكة وشبكتهم الاتنين ببعض بسطر حشو. باجي هنا في كل ركن او في كل زاوية من ال4 تركان الموجودين عندي بشتغل فيهم 3 غرزة حشو. فتعالوا بقى نشوف الكلام ده كده في الناحية اللي لسه هنركبها مع بعض. هجيب الخيط بتاعي واعمل عقدة البداية عادي خالص، هجيب اول ركن معايا، هسيب اول غرزة لان انا هنا شغالة 3 غرز حشو، هسيب اول غرزة واجي في الغرزة الوسطانية ان انا موجودة عندي هنا 1 2 3 3 غرزة حشو، هسيب اول غرزة واشبك في التانية. ما ننساش طبعا الشبكة، انا كنت هنسى الشبكة. دي كده تعتبر اول غرزة معايا، هدخلها في اول فتحة من الشبكة واسحب الخيط بتاعي منهم واعمل اول غرزة اللي هي غرزة تثبيت الشغل. في نفس المكان اشتغل غرزتين كمان في نفس المكان اللي انا واقفة فيه، وفي نفس الفتحة بتاعة الشبكة احاول اشتغل غرزتين حشو كمان. طبعا اخلي بالي ان الخيط بينسل معايا، فنحاول على قد ما نقدر ان الخيط ما يبقاش منسل، يعني ما ادخلش في الخيط نفسه. دي كده اعتبرها تاني غرزة حشو، وناقص الغرزة التالتة. احاول اجيب الخيط كله عشان ما ينسلش معايا ويبقى الشغل شكله مش ظريف. دي كده تالت غرزة حشو. وغرزة تثبيت الشغل انا هعتبرها غرزة حشو. هشتغل بقى باقي الضلع في كل غرزة تقابلني غرزة حشو وادخلها في فتحة من الفتحات اللي موجودة في الشبكة. تاني غرزة اهي موجودة معايا، ادخل واطلع غرزة حشو. طيب تالت غرزة مع تالت فتحة في الشبكة واخدها غرزة حشو، اكمل كده لحد الكورنر التاني اللي موجود معايا هنا. طيب دلوقتي انا خلاص دخلت على الكورنر التاني، وزي ما اتفقنا ان انا هشتغل فيه 3 غرزة حشو.
واكمل باقي شغلي عادي خالص. اول ما اوصل هنا اللي هو الكورنر الثالث بشتغل برضو فيه 3 غرزة حشو، واوصل للكورنر الرابع اشتغل برضو فيه 3 غرزة حشو، واكمل شغلي عادي حشو لحد ما اوصل لبداية السطر هنا مطرح ما انا ابتديت، وبقفل شغلي عادي خالص. وصلت خلاص لنهاية السطر. المفروض ان انا اقفل السطر بتاعي، فهجيب الخيط وافصله بالشكل ده. اجيب ابرة التنظيف واقفل بالطريقة اللي احنا كنا قلنا عليها. ادي اول غرزة حشو انا كنت بدأت بيها، ادخل الخيط منها من قدام لورا، واجي في الغرزة اللي انا سحبت منها خيطي في اللفة اللي هي بتبقى زي دي كده، اللفة التالتة اللي هي بتبقى في ظهر الشغل، بقوم مدخلة فيها الخيط واسحب. ده بيبقى الشكل بتاعها، وابتدي اداري الخيط في ظهر الشغل. دلوقتي انا خلاص خلصت تركيب الشبك في شغل الشنطة، عملت الوش والظهر والجناب بتاعة الشنطة والقاعدة، كله ركبته بنفس الطريقة بتاعة الوش، ان انا باجي في الاربع اركان بشتغل 3 غرزة حشو، وباقي الاضلع بتاعتي بشتغل عليها في كل غرزة حشو بتقابلني بشتغل عليها غرزة حشو، يعني بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الوش. طيب هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، ان احنا نوصل الاجزاء كلها مع بعض. القاعدة بتاعت الشنطة، وادي الوش، وادي الظهر، بنعملهم بالشكل ده. انا معرفش هل كله طالع في الكاميرا ولا لا، بس بنسبة كبيرة هيبقى لا، بس انا هقول لكم الفكرة بتاعتها. المفروض ان الشنطة كده مفتوحة، انا هخيط على ناحية الوش، بجيب ابرة التنظيف وبلضم فيها خيط يكون يعني طويل الى حد ما ان انا اقدر اشتغل بيه. وهقول لكم بس يعني انا هديكم الفكره، لان انا هيبقى صعب ان انا اخيط الاجزاء دي كلها في الكاميرا. فمثلا لو هنيجي نشبك الجزء ده مع القاعده بتاعه الشنطه عندي، هنعملها ازاي؟ المفروض ان انا بخيط كل غرزه مع اختها، فهاجي من اول الكورنر الموجود عندي، مثلا هنبتدي من اول الكورنر ده، وبعد كده لو في غرز او حاجه يعني التظبيطات اللي في الاخر دي يعني بتبان بعد ما بنبتدي نلم الشنطه، بنبتدي نشوف لو في حاجه محتاجه تتظبط بنظبطها. هاخد اول غرزه اهي معايا من عند الطرف بتاع القاعده مع طرف الظهر او الوش بالشكل ده، بدخل من تحت الغرزه نفسها واقوم سحب. نطول الخيط شويه. طيب ممكن في نفس المكان اللي انا دخلت منه الف عليه لفه كمان، يعني ممكن يعني كل عين نبقى دخلنا فيها لفتين 2، بس نخلي بالنا ان احنا ما ندخلش في الخيط نفسه عشان ما ينسلش معانا. والف لفه كمان،
الغرزة اللي جنبها نفس الكلام، ادخل من القاعدة واطلع من الجنب ده او الوش ده واشد الخيط، ادخل مرة كمان، تمام. دي الفكرة، يبقى كل غرزة في القاعدة اخد لها غرزة من الناحية المقابلة ليها. ببتدي كده الف 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 لحد ما بوصل للاخر هنا. بنفس الاسلوب بكمل الناحية التانية بنفس الطريقة، وبعد كده بشبك الجناب بنفس الطريقة، الجنب ده والجنب التاني اللي هو ده. يبقى كده انا وصلت كل الاجزاء بتاعة الشنطة، ومش هيبقى ناقص غير تركيب البطانة. بمجرد ما بنركب البطانة خلاص بنبتدي نضم ونقفل كل الجوانب ونقفل الشنطة كلها. طيب دي اجزاء الشنطة كلها جمعناها، شبكناهم كلهم مع بعضهم، الوش مع الظهر مع القاعدة مع الجنبين. طيب هنيجي بقى لجزء تركيب البطانة. جبت حتة قماشة فردتها تحت الشنطة وبدأت بالقلم الجاف. طبعا انا كنت عملت الكلام ده كله لاني مكنتش هعرف اصوره قدام الكاميرا، بس انا هشرح لكم الفكرة. جبت القلم الجاف وبدأت احدد حوالين الشنطة زي ما انتوا شايفين، حوالين الوش عشان ابتدي اقص البطانة بتاعتي، وحوالين الجناب، وسبت حتة زيادة عشان اقدر ان انا اتنيها واخيطها في الشنطة. يعني سبت حوالي مثلا 2 سنتي بالشكل ده. يبقى انا حددت حوالين جسم الشنطة كله وهي مفتوحة، انا لسه ما قفلتهاش ولا عملت فيها اي حاجة، انا كل اللي عملته ان انا بس وصلت الاجزاء مع بعضها. يبقى هنحدد بالقلم الجاف حوالين الشنطة بالشكل ده، اجيب المقص وابتدي اقص حوالين العلامات اللي انا محدداها، اقص حوالين العلامات دي اللي انا محدداها بالقلم بتاعي. طيب ده كده شكل البطانة بعد ما قصيتها. احاول ان انا اجيب البتاع كله. ده كده شكل البطانة. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ ادي ظهر الشنطة اللي هو الشبك، يعني بجيب البطانة بتاعتي بحطها على الشبك عشان ده الجزء اللي هو هيبقى من جوه. لما اقفل الشنطة البطانة هي اللي هتبقى جوه ناحية الشبك. ببتدي ان انا بخيط بالابرة والفتلة عادي خالص، ابرة الخياطة وخيط عادي. هوريكم بس الفكرة والبداية وهسيبكم انتوا ايه تعملوها مع نفسكم، وانا برضو اعملها مع نفسي، ان هيبقى صعب ان انا اشتغل برضو قدام الكاميرا. يعني في حاجات كده بتبقى سخيفة قوي ان هي تتصور بصراحة، عشان زاوية التصوير بتبقى ضيقة فبتبقى صعبة شوية. طيب دلوقتي هجيب هتني السنتي او الاتنين سنتي اللي انا كنت سايباهم زيادة، بتنيهم بالشكل ده كده عشان اخيطهم في الشنطة من جوه. طيب الفكرة تنيت خلاص الضلع ده، وباخد الزاوية دي كمان المفروض ان انا بتنيها. طبعا انا بشرح الفكرة والكلام ده كله انا هعيده تاني بقى براحتي وعشان ابقى متحكمة فيه اكتر، بس يعني انا ايه بنشرح الفكرة مش اكتر. طيب خلاص
يعني خليتها قدر المستطاع شبه ال الوش او الظهر اللي انا بخيط فيه البطانة بتاعتي. وهجيب الابرة وهبتدي ان انا اخيط. شايفين الجزء اللي هو البارز ده اللي هي الخياطة دي، ده اللي انا هحاول ان انا اخيط فيه البطانة. هاجي كده ادخل الابرة انا خليتها من يعني من ورا لجوه، عشان بس برضو يعني الخياطة او اللي هي القفلة بتاعة الخيط ما تبقاش في وش البطانة. يعني على الرغم ان البطانة دي هتبقى من جوه، بس يعني بقدر الامكان بنحاول نخلي الشغل يبقى حلو معانا ونظيف. طيب انا خلاص طلعت الخيط. اجي في اضيق مكان، يعني ما احاولش ان انا امشي مسافة، لا جنبه على طول. انا بحاول برضو ان انا اخلي الخياطة ما تبقاش باينة. فاجي هنا كده واقوم مدخلة الخيط وادخله في الخيط اللي احنا قلنا هنخيط فيه اللي هو ده، عشان ما يبقاش باين. طيب لما اجي بقى ادخل الخيط من ورا، من ورا هنا كده، اخد مسافة زي ما انا عايزة، بس طبعا مسافة ما هياش كبيرة قوي. اجي هنا كده لان الجزء ده انا لما يعني ادخل ابرتي من ورا، الخيط هو اللي هيبقى ورا، فمش هيبقى بارز، مش هيبقى باين معايا في وش البطانة. ناخد كده مثلا اهو وادخل هنا. فهمتوا الفكرة ايه؟ ان الخيط بيبقى جاي في ظهر البطانة، يعني ما بين البطانة وما بين الشغل اللي هو الكروشيه، شغل الشنطة نفسه. طبعا يعني نضيق برضو المسافة عن كده، انا خدتها بس واسعة عشان اشرح لكم فكرة الخيط ان هو مش هيبقى باين. طيب لما اجي ادخل من ناحية البطانة اخدها على الضيق، انا طالعة من هنا ادخل في يعني جنبها على طول، وادخل من الخيط اللي انا قلت هخيط فيه بالشكل ده. شايفين مش باين معايا. لما اجي اعمل من ورا اخد مسافة الى حد ما معقولة كده مثلا، واقوم داخلة. بكمل بقى لحد الاخر، وبنحاول ان احنا نتني الزوايا بحيث ان هي تبقى جاية مع كيرفات الشنطة. بخيط لحد الاخر هنا. كل الاضلع اللي بتقابلني بخيطها بنفس الطريقة، الجناب نفس الكلام. الفكرة كلها ان البطانة انا بخيطها في جسم الشنطة. خيطوها بقى بالشكل اللي انتوا عايزينه، يعني لو في خياطة تانية انتوا شايفين ان هي اسهل من الخياطة اللي انا بعملها دي اعتمدوها. المهم ان الشغل يبقى معانا الخياطات والكلام ده كله ما يبقاش يعني باين قدر المستطاع، ويبقى شكل الشغل معانا نظيف وشكله لطيف وحلو. فانا هخيط الكلام ده كله ونيجي بقى نشوف عشان نقفل الكلام ده كله مع بعض، نقفل جسم الشنطة. هنجيب خيط من نفس اللون اللي احنا كنا عاملين بيه اللي هو اللون الاساسي بتاع الشنطة. هنجيب خيط طويل وهبتدي ان انا اشتغل الجزء ده كده، اخيطه بنفس الطريقة اللي انا قفلت بيها او شبكت بيها الاجزاء بتاعة الشنطة. يعني هنجيب مثلا خيط معقول كده عشان ايه اقدر ان انا اشتغل بيه والفه، وابتدي
من تحت خالص بحيث ان ما يبقاش عندي فراغ. ادخل ابرتي، نقول مثلا من هنا الغرزة دي، مع الغرزة دي، واسحب الخيط وابقي طرف كده شوية عشان نبقى نخلصه معانا يعني. او لو حبيتي ان انتي تخلصيه بابرة التنظيف مفيش مشكلة. وادخل الابرة من نفس المكان مرة تانية، بلف عليها الخيط لو ضيقة ممكن عادي نسيبها وندخل في الغرزة اللي جنبها. وده هنلف عليه الخيط عشان نبقى ايه خلصنا منه واحنا شغالين. من نفس المكان ادخل ابريس، يعني كل غرزة انا ممكن الف عليها خيط مرة او مرتين او 3 على حسب ما نقدر ان احنا ندخل ابرتنا وخيطنا فيها، يعني على حسب ما الغرزة ما تقدر ان هي تشيل عدد لفات من الخيط بنزود لفة او 2 او 3 في نفس المكان. يعني انا هو لسه واقفة في نفس الغرزة بتاعتي، ادخل فيها الخيط مرة تانية بالشكل ده. طبعا طرق القفل كتير، يعني انتوا لو عايزين تستبدلوا الشكل ده ب ان انتوا تقفلوا بغرزة منزلقة عادي خالص مفيش اي مشكلة. عايزين تعملوها تدخلوا وتخرجوا كأننا بنخيط عادي برضو، يعني بيبقى على حسب الشكل اللي انتوا تفضلوه، وبرضو اسهل طريقة ليكم. طبعا كل الاجزاء هتتقفل بنفس الطريقة دي. بنقفل الجنب ده والجنب ده والجنبين، الجنب ده اللي هو يمسك الوش والظهر مع بعض. ده كده شكل الشنطة بعد ما خلاص قفلنا الجوانب بتاعت الشنطة كلها يعني. ده شكلها من جوه كده. مش هيبقى ناقص لنا غير تركيب الايد بتاعت الشنطة. الايدين انا جايبة الايدين اللي هي الشكل ده، طبعا ده بنشيله يعني. بتبقى مخرومة من الناحيتين، وجايبة الحلقات الحديد دي بتبقى جاية بالشكل ده، فيها مسمار من هنا بتفكيه بالمفك. طبعا انا ما عنديش مفك فاستخدمت المبرد. فالشكل بيبقى كالآتي، بيبقى كده. بنقوم مدخلينها جوه يعني المسمار يدخل من الحلقة المعدن ويدخل في الخرم بتاع الايد بالشكل ده. نبرمه عشان ندخله لحد ما يطلع من الناحية التانية. طبعا نستخدم هنا يجي دور المبرد او المفك، يعني المفروض ان هو مفك، وبربطها عشان تمسك في الايد الخشب. فانا هعمل هأكد على الناحية دي اربطها كويس، واعمل الناحية التانية وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. طيب بعد ما خلاص وصلت او عملت الحلقات في الايد، ناقص ان انا اشبكها في جسم الشنطة. جبت ابرة التنظيف
ولضمت فيها الخيط بتاعي، وهبتدي ان انا اشبك الايد دي في اخر سطر انا اشتغلته اللي هو كان سطر غرز الحشو. بحدد مكان الايد كويس، ابتدي اجيب الخيط الابرة وانفذها. يعني شايفين اهو الشغل الكروشيه او السطر بتاع الكروشيه والحلقة المعدنية، وازي الابرة بتاعتي. هجيب كده الابرة هدخلها في سطر الكروشيه وادخلها جوه الحلقة. انا عايزة الف الخيط ده على الحلقة المعدن الموجودة عندي. اسحب الخيط وابقي منه حتة شوية طويلة. لو حابين تعملوا لها عقدة هنا عشان ما تتفكش، عقدة او 2 براحتكم، بس انا يعني حاسبها. وممكن تخلوا الخيط ده خالص وتعملوه بالابرة، تداروه جوه الشغل او تعقدوه بابرة التنظيف. يعني ليها اكتر من حاجة او اكتر من طريقة. طيب ارجع تاني اعيد اعمل كذا حلقة بنفس الاسلوب. اجي من تحت الحلقة، احاول انيم الشغل شوية. هاجي اهو من تحت الحلقة في نفس المكان اللي انا كنت دخلت فيه، في نفس الغرزة يعني، واطلع او انفذها من الحلقة نفسها واسحب الخيط. يبقى كده انا عملت اول لفة معايا. نيجي للغرزة اللي بعدها على طول، برضو الابرة من تحت الحلقة ونفذها في العين التانية او في الغرزة التانية واطلعها من قلب الحلقة نفسها واسحب الخيط بتاعي. يبقى كده عملت تاني حلقة. ممكن من نفس المكان برضو، يعني كل عين ممكن تاخد لفتين، او كل غرزة يعني ادخل فيها الخيط مرتين. اللي بعدها يبقى انا كده ثبت اهو الحلقة المعدنية عشان تبقى اسهل يعني في الشرح. في ظهر الشنطة او يعني جوه قلب الشنطة زي ما احنا شايفين كده، وابتدي اخيط الحلقة في السطر الاخير. ده كده بيبقى شكلها. طبعا اللي انا عملته هنا بكرره هنا، بكرره هنا، وبكرره طبعا في الايد التانية في الناحية التانية. ده كده شكل الشنطة النهائي بعد ما عملنا الايدين. ده شكلها من جوه. اتمنى لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو فشكرا جدا على المتابعة، واتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، او لو عندكم اي افكار لفيديوهات جديدة هستنى تعليقاتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، ودعمونا بالاشتراك في القناة علشان نكبر مع بعض. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع السلامة.